هو احنا ليه دايما اول ما الطيارة بتنزل في اي بلد غريبة بنتحول لكائنات زومبي بتجري تدور على اي شبكة واي فاي مفتوح؟ وليه دايما شكلنا بيبقى عاطفي قوي واحنا واقفين قدام كشك الاتصالات في المطار بنحاول نفهم الراجل اللي احنا عايزين نت رخيص؟ السؤال ده بالذات اجابته هتخليك تموت من الضحك، بس هقولك في اخر الفيديو. المهم دلوقتي ركز معايا يا صاحبي عشان الكلام اللي جاي ده بفلوس. انا هنا عشان اوفر عليك فلوسك ووقتك ومرارتك اللي بتتفقع من التكنولوجيا. بص يا سيدي، احنا حياتنا بقت عبارة عن ابليكيشن، تطبيقات. عايز تاكل تطبيق، عايز تركب تطبيق، عايز تخس برضه تطبيق. بس انت اللي بتكسل. التطبيقات دي ما بقتش رفاهية، دي بقت دراعنا اليمين والشمال كمان. بس المشكلة ان احنا بنستخدم 10% بس من امكانياتها، او بنحمل حاجات ملهاش لازمة ونسيب الكنوز الحقيقية. وانا بصفتي صاحبك اللي خايف عليك من بهدلة السفر ومن استخدام شركات الاتصالات، جايب لك النهارده تطبيق هيحل لك اكبر عقدة بتقابلك وانت مسافر: الانترنت. تعالى بقى نتكلم عن العريس بتاعنا النهارده، تطبيق اسمه سيلي اي سيم. التطبيق ده وظيفته باختصار انه بيخليك معاك نت في اي حتة في العالم من غير ما تشيل شريحة موبايلك المصرية وتضيعها، ومن غير ما تروح تشتري شريحة جديدة وتدخل في حوارات الباسبور والتوثيق. التطبيق ده بيعتمد على تكنولوجيا اسمها الاي سيم، يعني شريحة الكترونية، عفريت يعني كده جوه موبايلك، بيشتغل نت من غير ما تمسكه في ايدك. استخدامه اسهل من سلق البيض. بتنزل التطبيق، تفتحه، تختار البلد اللي انت مسافر ليها، وليكن مثلا تركيا او فرنسا. هتلاقي قدامك باقات نت باسعار ومساحات مختلفة. بتشتري الباقة اللي على مزاجك وتدوس تفعيل اكتف. ومبروك عليك يا معلم، بقت اونلاين اول ما رجلك تلمس ارض المطار. طيب هل الدنيا دي وردي كده؟ بص انا صريح معاك ومبحبش اطبل. من واقع تعليقات الناس في البلاي ستور وتجربتي وتجارب ناس كتيرة، التطبيق ده ليه مميزات وعيوب. المميزات ان التطبيق واجهته سهلة جدا وسلسة جدا، ابن ناس كده يعني في نفسه، ومش معقد، وبيغطي اكتر من 150 دولة، واسعاره في دول كتيرة منافسة جدا. واهم ميزة انك بتحتفظ برقمك المصري شغال، تستقبل عليه رسائل البنك وانت مشغل نت من سيلي. نيجي بقى للعيوب والكلام اللي بيزعل الناس من بعضها، بس لازم اقوله لك برضو. اول عيب وده قاتل، ان موبايلك لازم يكون اصلا بيدعم خاصية الاي سيم. لو موبايلك قديم شوية التطبيق ده بالنسبة لك ملوش 30 لازمة، فتأكد الاول. تاني عيب ظهر في التعليقات، ان في بعض المناطق النائية الشبكة ممكن تكون مش احسن حاجة، وده طبيعي لانهم بيأجروا شبكات محلية. وتالت حاجة الدعم الفني احيانا بياخد وقت عقبال ما يرد على حضرتك لو حصلت معاك اي مشكلة. وانت عارف، واحنا مسافرين بيبقى خلقنا ضيق ويبقى روحنا في مراخنا. نيجي بقى للسؤال الخبيث اللي في دماغك يا صاحبي: التطبيق ده مجاني وهما بيكسبوا منين؟ بيبيعوا بياناتنا. بص يا سيدي، لا تقلق من الناحية دي بالذات مع سيلي، لان اللي عاملينه هم نفس الشركة اللي عملت نورد في بي ان، يعني ناس بتوع امان وخصوصية. هما بيكسبوا بطريقة التاجر الشاطر. هما بيشتروا كميات داتا مهولة من شركات الاتصالات العالمية بسعر الجملة برخص التراب، ويجوا بقى يبيعوا لك انت قطاعي بهامش ربح. تطبيق مجاني عشان يجرك ويجر رجلك للخدمة اللي بفلوس. هي تجارة مش سحر، ومفيش اي طرق خفية، هو مجرد سمسار نت شاطر. ولو حسيت ان سيلي مش جاي معاك سكة، او سعره في البلد اللي انت رايح عليها غالي شوية، صاحبك مش هيسيبك في بدائل تانية قوية جدا زي تطبيق ايرولو اير الو، وده الاشهر والقديم في اللعبة. وفي تطبيق اسمه نوماد، واللي احيانا بيعمل عروض مجنونة. نصيحتي ليك: نزل التلاتة، قارن السعر قبل ما تسافر، والجنيه اللي هتوفره هات بيه مج قهوة تروق بيه دمك. نرجع بقى للسؤال اللي سألته لك في اول الفيديو: ليه بنتحول لزومبي واحنا بندور على الواي فاي؟ الاجابه ببساطه ان احنا شعب اجتماعي بطبعه، وبنخاف نموت لو ما نزلناش ستوري المطار وكتبنا عليها الى المجهول، فبنبقى خايفين اللحظه دي تفوتنا اكتر ما خايفين الطياره تفوتنا. لو استفدت من الفيديو ما تنساش اللايك المتين واشتراكك في القناه، عشان لسه في تطبيقات هتوفر عليك كتير. سلام يا صاحبي، اشوفك على خير وتيجي بالسلامه.